أصحابي، أصدقائي، زملائي، بعد كم يوم هتبقوا زمايل مش تلامذة، ويصير التلميذ في الأيام القادمة التلميذ يصير زميل. زمايلي وأصحابي دفعة 2026، تعالوا بقى ندخل على خلاصة الجرامر. خلاصة الإيه؟ خلاصة الجرامر من خلال النماذج الاسترشادية. بص كده يا ولدي، أنا فريت ال 12 الاسترشادي بتوع 2025 وال10 بتوع 2026 وكمان الامتحانات السابقة. ويا مستر والامتحانات السابقة من 2021 ل 2026 وطلع الآتي. ايه اللي طلع منهم؟ بص يا ولدي، هسردهم لك واحدة واحدة، بس اروج كده معايا وركز في اللي انا هقوله. تعال الأول عندي أنا زمن البريزنت بيرفكت تنس. البريزنت بيرفكت تنس في مرات المضارع المستمر، في مرات فيها المضارع التام، في مرات فيها بيجيب لي في الامتحان سؤالين منه، متعرفش كيف. بص، أقوى جزء فيها استخدامه مع الروابط. استخدامه مع مين يا مستر؟ استخدامه مع الروابط، ده الجزء الأول اللي جايب فيه. 2، استخدامه مع مين؟ استخدامه مع سنس، وده الأخطر في الموضوع. مركز قوي على الدلالة بتاعة الذي يبرر موقف في المضارع. الذي يبرر موقف فينا مستر في المضارع هو زمن المضارع التام. مركز على دول موت في الزمن ده. والجزء البسيط الخاص بالمضارع التام المستمر ده مستر المضارع التام المستمر، هو مركز على دولة. طب تعالى مستر كده واحدة واحدة نشوف الكلام اللي انت كاتبه ده اكتر اجزاء مركز عليها. تعال نبدأ بالروابط. الروابط اللي هي جايب فيها ايه؟ جايب لي after، as soon as before by the time yes when، وجايب لك بقى يعني كل الروابط اللي عندك، كل الروابط دول روابط بيجي بعدهم زمنين. وعلى فكرة ضيف عليهم اف الأولى، طب ايه اللي جايبه هنا؟ بص يا سيدي، أول ما يجيب لك هنا subject ويجيب لك will والمصدر، تعرف إن هنا عندي 3 مضارع. يا مضارع بسيط حلو كده، يا إما يجيب لي مضارع تام، يا إما يجيب لي مضارع مستمر. تاني يا أخوانا، تاني دول 3 مضارع، اكتبهم كده بشويش عشان إيه نعرف نكتب قدامهم اللي إحنا عايزين نكتبه. 3 مضارع، يا مضارع بسيط، يا مضارع تام، يا مضارع مستمر. يا مضارع مستمر أي بسيط اللي هو الفعل فيه اس أو اس مع المفرد، مصدر مع الجمع. مضارع تام have وهز والتصريف التالت. مضارع مستمر am is are plus الفيرب plus ing. تمام، هنا بيجيب فاعل، هنا بيجيب فاعل، هنا بيجيب فاعل. ده الجزء الأول. خلي بالك لو اختفى الفاعل من جملة المستقبل، البديل الجملة الأمرية. البديل مستر الجملة الأمرية أهي. تعالى كده ناخد اكزامبل. هاجي يقول لك ايه؟ after we gave our homework ايه اللي هيحصل يا مستر؟ we will take a rest.
فين استخدام المضارع التام؟ خلي بالك وفيها جزء مهم جدا هقوله لك. هنا انا عايز جاب لك دو صح، جاب لك هاف دان ماشي، بس مش هيجيب لهم كلهم. طب مع تل وانتل، لو جاب لي تل وانتل بيجيب لي قبليها المستقبل المنفي وانت والمصدر، وممكن يجيب لي هنا سبجكت فاعل، او يجيب لي امريه منفيه دونت والمصدر، وهنا هيجيب لك المضارع البسيط، المضارع البسيط او المضارع التام. خلي بالك الحالة دي في الغير مباشر بنعلى بيها، الحالة دي بنعلى بيها في الغير مباشر، في الغير مباشر بنعلى بيها. دي أول فكرة في المضارع التام مهمة جدا. الفكرة التانية يجي يقول لك إيه؟ I can't أو يجي يقول لك oh no help me ساعدوني. إيه اللي حصل طيب؟ oh no help me في حاجة حصلت. the thief الحرامي has taken إيه مستر؟ my كيس الشنطة بتاعتي. has taken يا مستر أيوة طب تمام. يجي يقول لك إيه؟ I can't go with you مش قادر أروح معاك. ليه بقى؟ ليه مش قادر؟ I have played أو I have trained كنت بتدرب for a long time. I can't go with you I have trained so much today. so much today yes. أو يجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك I am very tired أنا تعبان جدا. تمام. as I have ويقول لك كده إيه؟ I have cleaned أنا نظفت my room الأوضة بتاعتي أهو. يعني اتدرب كتير مش قادر يتحرك ويروح مع بعض في حتة. دي برضو حتة هو مركز عليها في الامتحانات جدا. الحتة الأخيرة بقى موضوع سنس. موضوع مستر سنس. سنس تيجي في نص الجملة يجي قبليها مضارع تام يجي بعدها ماضي بسيط، بس جملة واحدة يساويها كلمة اسمها ever since. أيوة ever since. طب يا مستر سينس زن بعكس الأزمنة معاه، أجيب قبلها الماضي البسيط وأجيب بعديها المضارع التام. تاني أهو since ever since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. طب ماضي بسيط مضارع تام ده استعمال حاجة اسمها since then. يعني أجي أقول لك إيه؟ I haven't seen him أنا ما شفتوش. I haven't seen him. واجي اقول لك since منذ we were منذ ان كنا at school في المدرسة اهو. تمام. طب حلو قوي. لما اقول لك ايه I was punished انا تعاقبت، واجي اقول لك since then من ساعتها since then I haven't returned لم اعد I haven't returned to school ما رجعتش المدرسة تاني since then. طيب يا مستر لو بدأ بسنس بيجي بعديها الماضي البسيط ويجي هنا المضارع التام. وخلي بالك من حتة مهمة، ممكن بعد سنس يحذف الفاعل تيجي بدون فاعل ويجي بعدها الفيرب بلس ing وبعد كده يأتي المضارع التام. تمام. أجي أقول لك since we traveled من ساعة ما سافرنا to أسوان لأسوان. تمام. we haven't met لم نتقابل. تمام. وإنما هنا ممكن يقول لي إيه since traveling
since traveling to Aswan we haven't met. كلام مظبوط، كلام مظبوط يا مستر. في حتة بقى فيها مهمة جدا اللي هي ايه؟ بص بقى دي مختلفة حبة. لما في امتحان سنة سابق، امتحان ثانوية عامة سابق، ثانوية عامة سابق، عمل ايه؟ قال لهم I missed him. أنا افتقدته كتير جدا. الجملة مختلفة خالص. I جاب وراح قال لهم him، راح قال لهم since 2021. جملة مختلفة جدا. بص هنا مكان since فين وقبلها ايه، وبص على الجمل اللي انا كتبتها من شوية. لا ده هنا مختلفة جدا. ده هنا سنس بص بتبرر موقف في الماضي افتقدته كتير، لا وعامل فول ستوب وحاطط جملة ماضي بسيط. هنا سنس تأتي مع الماضي التاني. طبعا hadn't seen him. هنا سنس تيجي مع الماضي التام طبعا. وعلى فكرة كل كلمات المضارع التام ممكن تيجي مع الماضي التام لو كان زمن الجملة التانية ماضي بسيط. انما في الجمل الاولى كان الامر مختلف جدا. وخلي بالك سنس في كل المعاني دي معناها منذ، انما سنس ممكن تيجي بمعنى بيكوز. معنى بيكوز في الحالة دي يجي قبليها الماضي البسيط وبعديها ممكن ماضي بسيط او ماضي تام. ماضي بسيط يا مستر او ماضي تام اهي الوهاد والتصريف التالت. مش فاهم لما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك he went to prison راح السجن، واجي اقول لك since، واجي اقول لك he جاب some money واجي اقول لك كده from the bank من البنك. from the bank من البنك. لما اجي احل الجمله دي هيروح يحط لك ايه؟ يروح يحط لك stolen ويقول لك was stealing ويقول لك had stolen ويجي يقول لك كده يجي يقول لك ايه؟ has stolen. ايه ده يا مستر بقى؟ لا يا باشا ده هو راح السجن هنا معناها بسبب ان هو سرق فلوس. ده لازم تبقى حدث اول ماضي تام. لازم تكون حدث اول ماضي تام. لازم حته تاني في سنس لما يجيب لي it is او يجيب لي it has been ويجيب لي يا مستر it seems ويجيب لي how long is it مهمين جدا دول. بس بعد دول بيجي مدة زمنية. مع how long مش هيجي مدة زمنية. بعد since هنا تيجي since بعديها، وبعد كده يجي زمن الماضي البسيط. يجي زمن الماضي البسيط اللي هو الفعل فيه دي او دي او شاذ. وممكن قبل الفاعل since فاعل يجي last. since فاعل يجي last. ايوه معايا؟ طب اديني مثل. اقول لك it has been a while انها مدة قصيرة since we last تمام visited. واقول لك the zoo. ده اللي مركز عليه النماذج الاسترشادية كتير جدا في الجزء الخاص بسنس والمضارع التام عموما. التام المستمر بقى، التام المستمر اللي هو بيتكون من have أو has been بلس الفيرب بلس ing. ده بقى بيستغرق وقتا أطول، بس فيه أفعال لا تأتي استمرارية. they know, they realize, they remember, they wish, they want and so on. اللي هي أفعال الشعور والحس والإدراك والرغبة والملكية. وكمان فيرب تو بي لو جه فعل، لا فيرب تو بي فيرب تو هاف ملكية لا تأتي استمرارية. وفيرب تو بي إذا استخدم فعل أساسي. لو كان أساسي ده أول وحدة. الوحدة الثانية شرح جزء في الاسترشادي
مركز فيه جدا على الدايركت والاندايركت، المباشر والغير مباشر. يا مستر المباشر والغير مباشر، بس انا هاخد الجزء بتاع الوحده الثانيه والوحده السادسه، الثانيه والسادسه قدام بعض، اختارهم الاستفهاميه. اختارهم الاستفهاميه طب فين مربط الفرس في الاستفهاميه؟ بعد ما بحاول في الغير مباشر واجيب اف، او اجيب وذر، او اجيب اداه الاستفهام، وانتوا عارفين انا بقول ايه، اللي هي ادوات الربط. دي اداه ربط السؤال بهل، دي اداه ربط الايه الاستفهاميه باداه استفهام. ايه الحبكه فيهم؟ الحبكه فيها ان لازم بعدهم ياتي فاعل. بعدهم ياتي ايه؟ فاعل. هي دي الحبكه. اوعى تختار بعد اف او وذر او اداه الاستفهام اوعى تجيب فاعل، لازم فاعل. وخلي بالك بقى، هيجيب لك في الاختيارات هات تصريف ثالث، هتلاقي في اخر الجمله the day before او the previous day او the previous day. yes. هتلاقي was aware، اللي هتختار was aware plus الverb plus ing، هتلاقي هنا في then. هتلاقي the following day، the following day، تمام، او the next day، يبقى هتلاقي هنا وضو المصدر، تمام، او هتلاقي was aware going to والفعل في المصدر. وان ما لقيتش الاثنين دول البديل الماضي المستمر. البديل مين يا مستر؟ الماضي المستمر. البديل عنده هو الماضي المستمر. يس. طب لو ما عنديش ظرف متحول بناء على اعلى زمن، ماضي تام، ما لقيتوش ماضي بسيط، اي ماضي. زي ما اتكلمنا ده اخطر حته فيه، بس في حته بقى بتتكرر كتير جدا. لو بدأ لي بكان يو تيل مي وراح قال لك do you know، do you know؟ yes. could you tell me، could you tell me. تلاحظ حاجة في كل دول، هيجيب لك آخرهم علامة استفهام. ليه؟ لأن الصيغة استفهامية، بس هي جملة غير مباشر. هروح برضه أجيب بعديهم، هو راح جاب لي أداة الاستفهام فيهم، اللي أداة ربط الاستفهام أداة استفهام. برضه بجيب فاعل وفعل ومكملة، بس في دي لا نعلى بزمن الجملة. لا نعلى، لا نعلى يا باشا، لا نعلى بزمن الجملة، لا نعلى، لا نعلى. فيجي يقول لك ايه؟ can you tell me، ممكن تقول لي، ويقول لك what جاب، تمام، at the cinema. ويقول لك ايه؟ يقول لك what can you tell me what you would you see، ولا what you will see، ولا what you had seen. ويجي يقول لك هنا you would see. بتعمل ايه هنا؟ طب انا عندي علامة استفهام عشان بدأ الصيغة بكان. طب هنا اعلى؟ مستحيل اعلى. مين قال لي زمن؟ you will see. can you tell me what you will see at the cinema. في الخبرية اهم جزء عندي متى لا نعلى. متى لا نعلى في الخبرية ده مهم جدا، اللي هي خدناهم. لو كان فعل القول مضارع، فعل القول يا مستر لو كان فعل قول مضارع، الكلام قيل منذ فترة قصيرة، قيل منذ فترة، منذ فترة قصيرة. يس. هيجيب لك كده just now، a moment ago، تمام. أي تعبير يدل الكلام قيل منذ فترة قصيرة. هيقول لك لو في روابط حفاظا على الأزمنة، ما عدا حالة المستقبل اللي قلنا عنها. لو عندي وش it's a time، it's a time would rather، ما بعلاش. لو في ظرف غير محول، لو في ظرف غير محول ما نعلاش. لو جوه القوسين حقيقة علمية ما اقدرش اعلى. لو في عندي موديل فيرب should have تصريف ثالث، تمام، must have تصريف ثالث، كله ده مستر لا نعلى. طبعا لا، ما اقدرش اعلى بيه.
ما اقدرش اعلى بيه، ما اقدرش اعلى بيه. ثبت بس المعلومات معايا، انا باخد محطات كده سريعه عشان انت بعد ما تكون ذاكرت ولميت كل حاجه تروح ماسك الحاجات دي واحده واحده كده ايه، وتروح مدندن معايا فيها. طب جميل قوي. هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك كريم، ويجي يقول لك told me، يقول لك just now that he، يقول لك جاب، ويقول لك كده his lessons. تمام. ويروح يقول لك at school في المدرسة. يروح يقول لك ايه؟ يقول لك had done، ويقول لك done، ويقول لك can do، ويقول لك would be done. أبص أنا هنا يا مستر، عندي just now، الكلام قيل منذ فترة قصيرة، مش أعلى مش أعلى، ولا أقدر أختار ماضي تاني، ولا أقدر أختار would be done، دي حالة باسف. طب done لا محلها من إعراب can do. can do his lessons at school، يعمل دروسه، أو خليها his homework عشان do his homework. ما بعلاش. وده أهم جزء هو مركز عليه في الخبرية، هو أكتر بيجيب الاستفهامية، أداة استفهام فاعل ويكمل لي باقي الجملة. تمام. دي أكتر حاجة بيلعب عليها. أدخل بقى عندي على يونت 3. طب يونت 3 يا مستر هو جايب فيها إيه؟ جايب فيها الاستنتاج، الديدكشن. الديدكشن must والمصدر مؤكد حدوثه. must والمصدر مؤكد حدوثه. can't والمصدر مؤكد عدم حدوثه لوجود دليلا قويا. طب يا مستر ميش ومايت وكود والمصدر أول مرة اكتب لك غير مؤكد حدوثه. غير مؤكد حدوثه. طب الماضي منهم إيه؟ الماضي من must والمصدر must have تصريف تالت. يا مستر must have زاد التصريف التالت للفعل. طب الماضي من دي can't have تصريف تالت. الماضي من مي ومايت ميش ومايت وكود هاف تصريف تالت. بس هنا بقى في حتة مكررة في الاسترشاد مهمة جدا، مؤكد حدوثه، مؤكد عدم حدوثه، غير مؤكد حدوثه، مضارع وماضي. مضارع وادي الماضي. هو بقى مركز فين؟ مركز على حتة مهمة جدا في الامتحان، مركز على كانت هاف تصريف تالت وكود هاف تصريف تالت. طب ايه يا مستر؟ طبعا ده استخدام اول ليها. يعني يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك I am not sure، انا مش متأكد. علي تمام will yesterday. هتحط ايه هنا؟ هتحط ايه يا ولدي هنا؟ ماذا سوف تضع؟ yesterday اهو، yesterday اهو. هتحط ربما اهو، هتحط could have studied، ربما يكون ذاكر. طيب can't have بتساوي couldn't have تصريف تالت. دي بقى مؤكد عدم حدوثه. he was happy yesterday، كان مبسوط خالص امبارح. happy yesterday. ايه اللي حصل يا مستر؟ he couldn't، اكيد couldn't have، اكيد ما سجدش his test، طبعا اكيد ما سجدش طبعا. اللي بتساوي كانت هاف تصريف تالت، جايبهم في مواضع كتير جدا جوه الامتحان. تمام. بس دي ليها استخدامات تاني بقى، تستخدم عشان تساوي should have تصريف تالت. لا استطاعتي لعمل شيء ولكني لم أعمله، ولكني لم أفعله. أجي أقول لك I could traveled، كان ممكن I could have traveled، I could have traveled، كان ممكن أسافر يا مستر باي باص.
but ولكن I took أنا خدت I took إيه؟ a train أهو. ده استعمال 2 ليها. استعمال 3 ليها اللي كودها في تصريف تالت. تخيل شيء كان من الممكن حدوثه كان من الممكن ايه حدوثه. اجي اقول لك كده he was driving كان بيسوق madly بجنون. he could have made an accident كان ممكن يعمل حادثة. made an accident yes. طب عملها ولا ما عملهاش؟ ما عملش حوادث اهو. ده برضو استعمال مهم جدا ليه اهو. 4 تستخدم في جواب شرط اف التالتة. جواب شرط اف كونديشنال 3 خدناها في التراكمي. 5 بقى في كود هاف تستخدم بديل الماضي التام. بديل الماضي التام مع وش it's time would rather. it's time would rather. بديل الماضي التام دي برضو مهمة جدا. حتة تاني بقى مشروحة مهمة جدا. الفرق بين should have تصريف تالت و shouldn't have تصريف تالت و shouldn't have تصريف تالت. الفرق بينهم should have تصريف تالت و shouldn't have تصريف تالت. أيوة دي شيء كان ينبغي أعمله ولكني لم أفعله وما عملتوش. استنتاج الإثبات نفي. لما أجي أقول لك I should have studied يا أبوي كان ينبغي أن أذاكر تفهم إيه؟ I didn't study طبعا. طب وهنا شيء كان من المفترض ألا أفعله ولكني فعلته. لما أجي أقول لك I shouldn't ما كانش المفروض have wasted my time ما كانش المفروض أضيع وقتي. wasted my time إيه معناها الجملة دي؟ I wasted it ضيعته. استنتاج النفي إثبات. طبعا يساويها ought to have تصريف تالت. ought not to have عشان جت في الاسترشادي. ought not to have تصريف تالت. حلو كده حلو. بس في حاجة بقى مهمة أوي. التعبيرات دي بتاع should يساويها حاجات مهمة أوي. أصل هي أصلا تفيد الندم واللوم. تفيد يا مستر الندم واللوم. تفيد regret and blaming. ندم ولوم. حلو. يساويها اف التالتة. يساويها وش it's time would rather. ثانية حالة الماضي التام فاعل والماضي التام يساويها regret ing. regret بلس الفيرب بلس ing. أيوة. وده جزء مهم هو بيركز عليه في الامتحان. دي الوحدة الكام؟ دي الوحدة التالتة. طيب حلوة قوي. عندي بقى مستر الوحدة الكام؟ عندي يونت 4. طب يونت 4 يا مستر جايب فيها الصفات المركبة. يونت 4 شارح فيها الكومباوند ادجكتيفز. بص اهم حاجة في الصفات المركبة حتة مهمة جدا. هي اسمها good dressed ولا معناها well dressed ولا well dressing ولا well dressed؟ هي الحبكة في دي. حفظك للصفات. طبعا الصفة اسمها well dressed اللي هو بيلبس بشكل جيد. هيخيرك ما بين دول.
حتة تاني مهمة جدا في الكومباوند ادجكتيفز، الصفات المركبة، حتة مهمة. ايه هي الحتة المهمة؟ بص يا سيدي، تخلي بالك من ايه فيها؟ تخلي بالك من الآتي: الصفات اللي بتبدأ برقم. لما اجي اقول لك علي، علي، واجي اقول لك از، عايز اقول لك كده 20 year، 20 year old boy. في ايه بقى هنا؟ لا، هنا في حتة مهمة جدا. يا بدأ برقم زائد اسم بلس صفة. النوع ده ما ينفعش يتضاف له اس، مفيش اس خالص في الصفة. طب يا مستر، هي الجملة كده صحيحة؟ لا، لازم يحط في الجملة. ليه؟ عشان بوي اسم معدود مفرد. اسم معدود ايه؟ مفرد. طب لو هو قال لي علي and his friends، علي واصحاب، راح قال لي ار، راح جاب لي برضو 20، راح قال لي year old boys. لما يحط لي بويز جمع ما اقدرش احط الاول ان، اشيل هنا الاول ان اصلا، ما تتحطش. وهنا الصفه لا تجمع، ما ينفعش اقول years. طب عندي صفه مستر بتبدا برقم زائد اسم، زي اقول لك we are going، واجي اقول لك on a. بص بقى هنا دي مهمه جدا هنا، واقول لك 10 day trip، طالعين رحله لمده 10 ايام. we are going on a 10 day trip. بص الجمله عباره عن ايه؟ رقم بلس اسم مفرد بلس اسم ايه؟ لازم هنا تسبق بآ وده ما يتجمعش، تبقى 10 day والهايفن برضو موجوده. طيب لما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك we have، احنا عندنا we have a، لا بلاش a، واجي اقول لك 3 hours، 3 hours ايه؟ we have 3 hours، واجي اقول لك trip. ايه ده يا مستر ده؟ ده هنا جايب لي رقم زائد اسم جمع اهي، رقم زائد اسم جمع، وهنا الاسم الجمع يتحط له اس، الاسم يتحط له اس وبعديها ابوستروف، والصفه دي ما تاخدش او ان، لا تاخذ لا ولا ان، ولا تاخذ لا ولا ان، ما تاخدش او ان. اسمها 3 hours trip، 3 hours trip يس. عند بقى النوع الاخير منها اللي هو يقول لك ان في غضون ويجيب لي او ان ويجيب لي يير ويجيب لي مانث ويجيب لي داي وكل التعبيرات دي ويجيب لي كلمه تايم. طب يا مستر وراح لو راح جاب وقال لي، وراح قال لي ايه بقى؟ لو جاب لي ان وراح جاب لي بدل او ان راح جاب لي 2 و3 و4 و5 الى اخره، وراح جاب لي يير، راح جاب لي مانث، راح جاب لي داي. بص بقى في ازمه هنا، ايه هي؟ الاو الان لازم يجي بعد اسم مفرد، فلازم الابوستروف قبل الاس. هنا لازم يكون الاسم جمع عشان قبلها 2 3 4، ولازم الابوستروف بعد الاس ويجيب لي كلمه تايم. دول مهمين جدا. الباقي بعد كده سلس وسهل، بس معاني الصفات المركبه لازم تخلي بالك منها كويس. ادخل على يونت 5 السببيه. السببيه دي مهمه جدا، اللي هو الكوزيتيف. الكوزيتيف مهمه جدا، جايبها كتير جدا. في الكوزيتيف دي بقى فيها كلام كبير. اول حاجه عندي في الكوزيتيف 2، عندي منها المعلوم وعندي منها المجهول. معلوم يا مستر؟ معلوم ومجهول. المعلوم بيبقى فيه ايه؟ ببدأ بالمفعول لأجله او المسبب اهو، واجيب هاف واجيب جيت
اوه have وجيت ولو هنقسمهم صح اجيب have، ايوه اجيب let او اجيب make. طب وهنا لو في مفعول لاجله هجيب get وهجيب allow وهجيب كلمة force. طب ايه دول؟ ايه الفرق بينهم؟ دول بعد الفاعل هيجي مصدر، ودول بعد الفاعل هيجي طول مصدر. طب يا مستر سيب المجهول دلوقتي، اديني مثال. I have، انا بخلي علي do my homework يعمل لي الواجب. do my homework طب وهنا I get انا بخلي I get يا مستر انا بخلي I get علي ماله to do، ايوه my homework. في كلتا الحالتين مش انا اللي عملت الواجب. مين اللي عمل لي الواجب؟ علي هو اللي جنب الحدث. لمين؟ ليا انا. ليا انا يبقى اللي بيعمل الواجب علي، يعني مش انا اللي عملته. لا، معنى الجمله للاثنين. I don't do، مش انا اللي بعمل my homework. معناها ان علي does homework، بيعمل الهومورك for me. معنى كده ان الهومورك، ان الواجب is done يعمل is done for me ليا by مين؟ by علي. هو ده معنى السببية، مش انا اللي عملت، حد اللي عمل الواجب عمل ليه. طيب جميل قوي. السببية مجهول. السببية مجهول، ببدأ بالمفعول لأجله، من أجله قام الحدث، واروح اجيب الايه؟ اجيب have واجيب get، وبعديها احط مفعول، وبعد المفعول ياتي التصريف الثالث للفعل. اجي اقول لك كده I get my homework done، انا باخد الواجب بتاعي معمول. مفيش هنا فرق بين have و get في الباسيف. I have واقول لك my homework نفس الكلام ده باخد واجبي معمول. طب معناها ايه؟ مش انا اللي عملته. اهو معنى الجمله دي ايه؟ I don't do، مش انا my homework، مش انا اللي عملت الواجب. معناها someone شخص ما does the homework، بيعمل للواجب for me. معنى كده ان الهومورك، ان الواجب يعمل is done for me. كله ده معنى السببية؟ طبعا ده معنى السببية. بس انت هنا حاطط هاف وجيت بس. ما دي حالة المجهول دي خاصة بهاف وجيت بس. ليه بتقول كده؟ بص كده وطقطق ودانك معاه زي ما بيقول. انا عندي ليت بيجي بعديها اوبجكت اللي هو ممكن يكون اسم شخص او ضمير مفعول، وبعدها مصدر. كلام جميل تمام. طب وقلاو بيروح يجيب لها مستر قلاو، ويروح يجيب لي اسم شخص، او يروح يجيب لي ضمير مفعول. ضمير ايه مستر؟ مفعول، ويجيب لي تو الفعل في المصدر. الاثنين دول حالة معلوم. دول حالة معلوم يس. طيب لما يقول لي I let علي، انا سمحت لعلي تمام كلين ماي روم. ليه؟ وانا سمحت له ينظف اوضتي؟ I let علي مثلا I let علي، سمحت لعلي يعمل ايه؟ تمام. visit ان يزور my uncle عمي، واقول لك I let علي ماشي تشيت مي غشني، واجي اقول لك I let علي into my room يخش اوضتي. into my room يس. طيب لما اجي ابني let باسيف، انا هقف عند الحته دي عشان حته مهمه جدا. لو كان المفعول فاعل مش هو المفعول بتتبني بألاود. اقول علي
was allowed سمح له to visit إنه يزور my uncle عمي. جميل. طب وإذا كان مستر الفعل هو المفعول I let myself أروح أجيب بعدها ضمير منعكس وأجيب بعدها بي تصريف تالت be cheated. طب يا مستر لما ألاقي في let وفي اسم شخص وهنا شبه جملة، الحالة الوحيدة اللي ينفع ابن let فيها باسف. علي was let into my room yes. تعال ننتقل لدي بقى. في المعلوم طول ما allow وراها مفعول يجي بعدها طول مصدر. طب يا مستر لو جاب لي allow في المعلوم بدون مفعول يجي بعدها الفيرب بلس ing. ده في المعلوم مهمة جدا، جت امتحانات سابقة كتير جدا دي. يعني لما اجي اقول لك ايه I allowed علي to visit my uncle، كلام عادي حلو قوي. طب ولما اقول لك I allowed انا سمحت using باستخدام my car عربيتي بدون مفعول ing معاه مفعول طول مصدر. طب تتبني بس بجيب المفعول وابني allow للمجهول على حسب زمانها اهو علي was allowed واقول لك to ايه بقى to visit ان هو يزور my uncle عم. بس دي مهمة جدا، let و allow دي مهمين جدا ودول افعال سببية. طيب عشان في ناس في السببية برضو مش هضماها. طب يا مستر لما اجي اقول لك I made علي انا خليت علي study his lessons يذاكر دروسه. حلو، انا عندي ميك وعندي study مصدر اهو. لما اجي ابنيها باسف هقول علي was made. لما ابني ميك للمجهول لازم يجي بعدها طول مصدر to study his lessons. يبقى ميك تتبني مجهول. بس على فكرة دي فيها جملة صعبة جدا جدا تيجي صعبة للغاية. لما يجي يقول لك شي جاب تمام ويقول لك كده to enter the class يخش الفصل، ويجي يقول لك she makes ويجي يقول لك had made. بص بقى الخيبة هنا فين؟ has been made. لا ده فيها جمل قوية جدا. وفي made هو ايه اللي جاي ده حبيبي؟ to enter. طالما جايب لي to enter دي اللون مش عايز يتغير. وعندي make لازم make تيجي مجهول. she has been made to enter the class. عندي برضو من افعال السببية خلي بالك stop مفعول ing دي في المعلوم او from ing ونفس الكلام prevent. اجي اقول لك he stopped me. يعني ايه stopped me؟ منعني from تمام smoking منعني من التدخين. طب تتبني باسف يجي بعدها مفعول يجي verb to be يجي stopped ويجي لازم هنا في الباسف معها بقى from ing دي الوحدة الكام؟ الوحدة الخامسة. الستة أنا شرحتها في المباشر والمباشر. تعال بقى ليونت 7. يونت 7 شارح فيه زمن قوي جدا اللي هو الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام. ده زمن قوي 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 قوي. ايه اكتر الاجزاء مستر اللي مركز عليها فيه؟ مركز تركيز كلي فيه على اف التالتة. ليه؟ ماضي تام طبعا هي اللي بيجي معاها الماضي التام ودي احدى استخداماته اللي هو فاعل وهات التصريف التالت للفعل. والاقي هنا subject والاقي would والاقي could والاقي might have تصريف تالت. have تصريف تالت active وباسف. او الاقي object مفعول والاقي had بين تصريف تالت. وممكن ابدا بيه حاله حذف ابدا بهاد ويجيب لي فاعل ويجيب لي تصريف تالت، او يبدا بهاد ويجيب لي مفعول ويجيب لي بين تصريف تالت، وبرضه يجيب لي نفس جواب الشرط فاعل
ويجيب لي نفس جواب الشرط بالظبط. وخلي بالك اخرها فول ستوب مش علامة استفهام. فده ماضي تام. بص يجي يقول لك ايه، هيجي يقول لك كده بس دي عايزة يعني مقطع كامل عشان تبقى الجملة قوية وتبقى مفهومة. بص هيقول لك جاب، ويقول لك for the party. تمام. he wouldn't have gone، ما كانش راح هناك. there yes. طب ايه اللي فيها دي بقى؟ بص كده هيجي يقول لك ايه if he had invited، ويقول لك if he had been inviting، وهيجي يقول لك had been invited، وهيقول لك hadn't he، ويقول لك been invited. لا دي فيها شغل جامد. طيب لو دعا للحفلة ما كانش راح، متنفعش. if he had been inviting، لو دعا للحفلة متنفعش. had been invited ايه ده؟ لو لم يدعى للحفلة طبعا اصل الجملة if he hadn't been invited. hadn't been invited yes. فبص حالة الحذف ده had فاعل بين تصريف ثالث، دي جملة قوية جدا، جملة قوية موت. ده أول حاجة فيه في الماضي التام، وبيركز في الاسترشاد جدا على الماضي التام. تمام. الحتة التانية فيه بص ركز معاه في اللي أنا هقوله ده. لما أقول لك أفتر، لما أجي أقول لك إيه، لما أجي أقول لك أفتر، تمام، أفتر he had watched the film، بعد ما شاف الايه الفيلم. السن ده صعب. تمام. مش باين صح؟ after he had watched the film، بعد ما شاف الفيلم. ايه اللي حصل يا مستر؟ واجي اقول لك he went for a walk، راح يتمشى. ركز معاه في الجزء اللي جاي ده عشان هو جزء مهم جدا ومركز عليه خالص. ايه اللي فيها؟ هو جايب لي مين؟ افتر. الفعل الاول هنا عندي هو الفعل الثاني بالظبط، وبعد افتر جاي معلومه ولا مجهول؟ جاي معلوم. جاي معلوم. طالما جاي معلوم بعمل ايه بقى مستر؟ بص الفعل الاول هو الفعل الثاني، بعد الرابط جاي معلوم في وجود افتر يمكن استخدام having بدلا من افتر. ايه هو ده؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل اللي هو المصدر من مين؟ المصدر من هاد هاف وضفت الاي ان جي. ايه اللي جاي بعد هافنج هنا؟ التصريف التالت للفعل. يبقى بقول لك هافنج، بقول لك كده في الامتحان هافنج watched the film. the film اللي حصل he went for a walk، راح يتمشى. حلو قوي، كلام جميل قوي يا مستر. طيب اللي بعده، ممكن هنا يا مستر اقول watching صح، ده فيلم، كلام مظبوط 100%. he went for a walk، ركز في الجزء ده حياة ربنا وخليك معايا، صح. طب ممكن اقول يا مستر having، لا بلاش having، خليني في دي بقى. having watched او watching the film. ممكن احذف الفاعل بعد after واقول after watching، ايوه the film، ايوه، واقول برضو he went for a walk. طب ممكن يا مستر اقول after having watched، ايوه، ايه ده؟ صح. after، ودي مهمة جدا، مهمة جدا جدا. دي لو صعب الامتحان ممكن يجيبها. دي هو لو صعب الامتحان هيجيبها دي.
دي جيبها في الامتحان دي. after having watched yes the film. تمام. he went for a walk. ده لو اصل الجمله معلوم. طب لو اصل الجمله مجهول، لو جه قال لي after وقال لي he had been بعدما invited دعي to the party للحفلة to the party. تمام. he would بعد ما دعي للحفلة. تمام. he called them to attend رن عليهم يحضر to attend ان هو هيحضر. ايه هنا الفعل الاول هو الفعل الثاني. كلام جميل. طب بعد الرابط جاي معلومة لمجهول، لا هنا جاي مجهول. هنا بقى ممكن استعمل having بس بشرط. لو استعملت having لازم يجي بعدها بين تصريف ثالث. ليه؟ ما هو المصدر من هذه هي have ودل ING. ايه اللي جاي بعد had بعد في الباسف؟ ادي بين تصريف ثالث، ده الاصل الجمله مجهول. تمام. وبعدها مكمله جمله. يعني هنا هقول لك ايه؟ هقول لك having been invited بعد ما دعي to the party للحفله. ايه اللي حصل يا مستر؟ he called them to attend. طيب هنا في الجملة دي ممكن أبدأ باسم المفعول مباشرة وأقول invited، وجاء في الاسترشادي 2025 invited بعد ما دعي to the party للحفلة he went he called them. طب لما اجي هنا مستر استعمل after، لازم بعد after اجيب being تصريف ثالث اسمها after being invited واقول to the party. يعني to the party للحفلة he called وكمل باقي الجملة عادي جدا. طب وممكن يا مستر اقول after واقول having been invited، كلام مظبوط 100%، واقول to the party يعني للحفلة واكمل باقي الحاجات برضو بتاعتي. بص هنا لو اصل الجملة مجهول بص ايه اللي فيها، وهنا لو اصل الجملة معلوم بص اللي فيها. وده جزء مركز عليه في الاسترشاد بشكل فظيع. طب يا مستر اسألك سؤال، لما يجي بقى يروح يقول لي الآتي، يقول لي جاب تمام واقول لك at school في المدرسة he decided هو قرر not to go again ما يروحش مرة تاني. بص يجي يقول لك ايه، هيقول لك before he punished، وهيقول لك after he had punished، وهيقول لك having being punished، وهيقول لك having، وهيقول لك being punished وهيجي يقول لك punishing. ايه كله ده؟ لا ركز معايا 5 اختيارات انا عايزك تفكر معايا في دي. طب ايه اللي فيها هنا؟ اصل الجملة after he بعد ما عاقب ولا عوقب؟ بعد ما عوقب يس. اصل الجملة مجهول طب ليه ما ينفعش اقول after لما هنا جايب لي حدث تاني ماضي بسيط؟ فبيفور غلط. طب after جايب لي بعدها معلوم، المعنى مش عايز معلوم. طيب having being، لا هي having been. ده امتى بستعمل being تصريف تالت؟ لو بدأت بأفتر وحذفت هي. يعني هنا ممكن اقول يا مستر after طبعا being punished طبعا كلام مظبوط 100%. طيب having been punished صح برضه، استعمل having بدل من after واجيب بعدها been تصريف ثالث، كلام صح جدا. طب ينفع ابدا ببانشنج؟ لا، ابدا ببانش ده على طول، ودي اسم الفاعل. طبعا ده مفتاح الحل في الجمل على فكره،
إذا كان فعل أو مفعول. لقيته فاعل يبقى أصل الجملة معلوم، لقيته باسف أصل الجملة مجهول. بس معنى أن أقول فعل ملوش علاقة عاقل ولا غير عاقل، لأن ممكن أبدأ به وها عايز باسف، ما ها هي وأنا عايز باسف، عشان أنت ما تحفظش وخلاص. عندي طبعا قاعدة مهمة جدا كبيرة، نصونر، وعندي هاردلي، وعندي سكيرسلي، وعندي بيرلي. مالهم دول يا مستر؟ لما ابدا بيهم تعني ان الحدث تم ورا حدث تاني. دول على فكره عشان جايه فيها سؤال في كتاب خارجي كده بس قوي. لو انا بدات بيهم كابيتال ليتر دي من احوال النيجيشن الادفيربس، يعني لازم اجيب فعل مساعد او ناقص، فاعل وفعل. بس لو جبت هذا جبت تصريف تالت. طب ممكن يجيب لي ديد وفعل ويجيب لي مصدر الفعل. حلوه قوي. طب بعد نصونر لازم يجيب لي الرابط زين. طيب مع هاردلي وسكيرسلي وبيرلي بيجيب لي الرابط وين، واللي مش موجوده وين بجيب بيفور. وبعد دول ياتي الماضي البسيط، اروح الاقي فاعل والاقي الفعل في ايدي او دي او الشاذ او الشاذ. طب اديني كده اكزامبل يا مستر. بص هيقول لك ايه؟ هيقول لك نو سونر هاد عمر بلايد تنس، بعد ما لعب التنس then ويقول لي هو returned home، رجع البيت. returned home اهو نو سونر يا مستر. ادي هات فاعل تصريف ثالث الرابط زان، وبعد زان ياتي الماضي البسيط. كلام فوق جميل حلو. طب ولو قال لي هنا ديد هجيب هنا مصدر. طب لو جاب لي الاثنين في الامتحان الاولويه للماضي التام. لو جاب لي الاثنين الاولويه للماضي التام، انما جاب لي هنا تصريف تالت لازم هات، جاب لي هنا مصدر لازم اجيب ديد. مع الرابط الثلاثه الثانيه هارد سكيرسل وبيرلي باخد وين او بيفور. طب هي لو سمول ليتر يا مستر، لو سمول ليتر بيقعدوا ما بين هاد والتصريف التالت. ده لو في ماضي تام. طب لو في ماضي بسيط تقعد نو سونر هاردلي سكيرسلي، هاردلي سكيرسلي، سكيرسلي بيرلي، بيقعدوا قبل الفعل ايدي او دي او شيز. بص مكانه فين في حالة الماضي البسيط. بص الحاجات دي مهمة جدا. وبرضه نو سونر زان هاردلي وسكيرسلي وبيرلي وين او بيفور، وبعدهم يأتي الماضي البسيط اللي هو الفعل في ايدي او دي او شاذ. ايوه عندي جزء تاني في الماضي التام مهم جدا، مهم جدا. ايوه اللي هو مستر، اللي هو تعبير اسمه it was only when. ما جابوش خالص it was only when وجايب لي تعبير اسمه it wasn't until. it wasn't until. ايوه مالهم دول؟ دول يجي بعدهم فاعل والماضي التام وبعد كده ذات. مع دول يأتي الرابط ذات. it was only when. it was اللي بتيجي مع wasn't هي until، اللي بتيجي مع only هي when. وبعد ذات يجي الماضي البسيط. بعد ذات يا مستر يجي الماضي البسيط اللي هو الفعل في دي او دي او الشاذ. يعني اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك it was only when يا دوبك only when she had finished يا دوبك خلصت her work شغلها. her work يعني يا مستر شغلها. that ايه اللي حصل؟ that she slept نامت. that فين اهي؟ عشان it was only when. طب لو until it wasn't until. ده الماضي التام، وده اهم حاجات فيه ذكرت في الاسترشادي. اخش بعد كده على الوحده الكام يا مستر؟ على الوحده الثامنه، ودي فيها كلام كبير بقى. يونت 8 شرح قاعده كبيره جدا تخص الباسيف اللي هو المجهول. بص الباسيف ليه شغل قوي جدا. يعني اجي اقول لك ايه؟ هيجي يقول لك we can play at the stadium، ممكن نلعب في النادي. يقول لك when جاب، ودي جايه في الاسترشاد واحده زي ايه؟
when يجي يقول لك it renewed ولا it had. يقول لك renewed بمعنى يجدد ولا renewed، ويقول لك ايه؟ يقول لك كده renewing. طب ايه دي يا مستر بقى؟ جملة قوية. فهتلاقي حاجات زي كده في امتحان. طبعا ممكن تلاقي حاجات زي كده. طب هنا هو ايه؟ بص، انا عندي if وعندي as وعندي when. لو اصل الجملة مجهول ياتي بعدها التصريف الثالث مباشرة لو مفيش فاعل. ايه ده يا مستر؟ يبقى هنا التصريف الثالث لو الاستاد جدد when renewed. طب انت بادئ دول، بص هو مركز في الباسيف على مثلا الجزء ده اخطر من الخطورة. كيف ابني افعال القول للمجهول. افعال الايه؟ القول للمجهول. ودي ممكن يجي منها ايوه. ايه يعني دي يا مستر؟ بص يا سيدي، هيجي يقول لك اي سي، انا بقول ان علي ماله على مستر بلايز ويل، بيعزف بلايز ذا جيتار ويل. بص وركز بقى معايا في الجزء اللي جاي ده، ركز واديني تركيز عالي. طب جه قال لي I believed، انا اعتقدت. راح قال لي ان علي بلايد، راح قال لي ذا جيتار ويل. ايه الفرق؟ لا اديني تركيز بس. الاول مين هي افعال القول؟ زي نو، زي say، زي believe، زي think، زي fear and so on. بعمل ايه؟ ركز عشان دي بيجي فيها سؤال مش سهل. اول طريقه ابدا بإت واجيب فعل القول مجهول. ولازم هنا بقى يجي جمله كامله. لما ابدا بإت لازم يجيني جمله كامله، والجمله دي تنزل زي ما هي، علي بلايز ذا جيتار ويل. او ممكن ابني الجمله نفسها مجهول. يعني ايه؟ بص كده عشان عايز السبوره دي. يعني هنا هقول لك إت، هبني سي باسف، سي مضارع بسيط، بجيب ام از ار تصريف تالت. قيل ان علي بلايز ذا جيتار ويل. اهو. ممكن ابنيها باسف، اللي جوه ده ابنها بس، اقول لك اتس سيد ذا جيتار از بلايد ويل. صح، دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ابدا بفعل الجمله الاساسيه، وبرضه انزل فعل القول عندي مجهول. فعل القول مجهول. لو الفعل اللي عندي بقى ده مضارع غير ان يبقى ماضي. لو الفعل مضارع لازم بعدها اجيب تو المصدر. طب لو كان الفعل ماضي، لو الفعل ده ماضي، هجيب تو هاف تصريف ثالث. وجريدة الجمهورية جايبه فيها جملة جميلة قوي، لسه بعتها لي حد من الطلبة الممتازة اللي عندي ورديت عليها في الأسئلة. إذا لما أبدأ بالفاعل ويجيب لي فعل قول مجهول ما تخطرفش، هي تو المصدر يا تو هاف تصريف ثالث. طب تعالى نشتغل دي اللي موجودة عندي. هقول علي السيد قيل بيعمل ايه؟ to play the guitar. yes, to play the guitar. طب لو اصل الجملة ماضي زي الجملة اللي انت كتبتها من شوية، انت قلت علي صوت اعتقد، لا مش علي بقى، I believed، كانت الجملة كده I believed علي played عزف على ذا جيتار الجيتار بشكل جيد. هعمل ايه؟
هبدأ بعلي وهقول was believed. ليه was believed؟ عشان الجملة، عشان ده ماضي بسيط. طب ده فعل ماضي to have played ذا جيتار. طبعا منطقي جدا واحد يجي يسألنا مثل طب لو جاب لي الاثنين to be تصريف تالت to have تصريف تالت to والمصدر آسف to have تصريف تالت احتكم إلى كلمة دالة مش زمن فعل القول. اوعى تقول لي هنا في was believed، لا، احتكم إلى وجود كلمة دالة. يعني الجملة اللي تقريبا عن حسب ما تذكرتها قال لهم علي إذ صوت يعتقد، وراح قال لهم تو جاب، وراح قال لهم إيه ذا ريورد يعني الجايزة. بص راح قال لهم إيه، راح قال لهم إيه to be received ولا have received، تمام، ولا being received، يعني أيا من يكون الباقي. أقول هنا الصوت. طب علي يعتقد إنه A B received دي، ده لسه ما حكيناش حكوتها. إيه ده يا مستر؟ to have received. طب إنه سلم الجائزة. لا، إن استلم الجائزة مش سلم. ما هدي الباسف أنا مختار إنه استلم الجائزة أو to have received the reward طبعا. طيب ماشي يا مستر، أسألك سؤال. اسأل. طب لما يجيب لي I think علي plays the guitar، plays the ايه؟ the guitar. ولما يقول لي I believed، أنا اعتقدت إن علي played ماضي the guitar. إحنا اتفقنا في الجملة الأولى لما أبدأ بعلي هقول علي الصوت. طب ليه الصوت؟ عشان سيك مضارع بسيط. علي الصوت to play the guitar، لأن الفعل هنا مضارع فجبت طول مصدر. طب هنا هقول لك هنا علي حلو ماله يا مستر is believed. لا يا مستر was بقى عشان believed ماضي صح. was believed to have played. to have played طبعا عشان أصل الجملة الفعل ماضي، واجي أقول برضه ذا جيتار. حلو قوي. طب السؤال بقى هنا يا مستر، لو بدأت بكلمة ذا جيتار إيه اللي يختلف؟ لو بدأت هنا بكلمة ذا جيتار إيه اللي يختلف؟ تعال كده مع بعض. هبدأ بالمفعول، هجيب عندي برضو فعل قول مجهول ذا جيتار الصوت يعتقد. الجيتار يعتقد أن يعزف ولا أن يعزف عليه؟ to be played. أيوة. طب لو هنا والفعل ماضي يبقى ذا جيتار was believed. الجيتار يعتقد to have been played. يا لهوي طبعا أن يعزف عليه. بص هنا الجملة، بص هنا الجملة، بص هنا الجملة، والجملة اللي جت عشان يلخبطوا to be received ده لا هو اللي هيستلم علي. طبعا علي اللي هيستلم طبعا. سؤالها بقى في الامتحان هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك كرمينة، وهيقول لك كده sphered جاب the match، وهيجي يقول لك to be lost to lose، وهيقول لك to be losing، وهيقول لك being lost. دي الجملة السهلة منها. أول ما ألاقي فاعل ولا فعل قول مجهول حلين، يا تو المصدر يا تو في تصريف تالت. هي في غيرها؟ تو المصدر هي اللي موجودة. بص بقى هيعمل ايه في الحركة اللي تجرف دي. هيجي يقول لك شادي، يجي يقول لك جاب، يقول لك to be a doctor. خلينا في جملة ايه بسيطة. واجي يقول لك ايه بقى، هيقول لك says ولا said ولا has been said.
ولا was saying. طبعا انت في الامتحان صدقني ما تاخد بالك من ده. لما يجيب لك فاعل ويجيب لك فعل قول عن نقط وتلاقي طول مصدر، ولا ينفع الا ان فعل قول يجي مجهول. مهمة جدا وخطيرة. الأصعب يا باشا هيقول لك to watch the match، يقول لك at the stadium. يعني at the stadium في الملعب. بص هيقول لك ايه بقى. أول اختيار هيقول لك it's believed، ويقول لك he believed، ويقول لك he is believed، ويقول لك he is being believed. طيب أعمل إيه هنا؟ الأولى صح، الثانية صح، الثالثة صح، والرابعة الوحيدة اللي غلط. ما تنفعش خالص. ليه؟ believe لا يأتي استمرارية. هو جايبه لي بس بمضارع مستمر، ما ينفعش. طب ما it's believed يعتقد صح. طب وأعمل إيه في طول المصدر؟ أنا مش شرطنا لو جاب لي it's believed it وفعل قول لازم تكون بعديها جملة كاملة. امتى كنت بلاقي طول مصدر او تهاف تصريف تالت؟ لما كنت بلاقي الفاعل ووراه باسف. فعل القول لازم يكون باسف. he is believed دي تيجي 2026 مهمة جدا. تمام. he believed لا، ما لو جاب لي طول مصدر انا عندي مشكلة. بص لو جاب لي طول مصدر وجاب لي تهاف تصريف تالت وبدأ الجملة فاعل، لازم يكون فعل القول مجهول. فبص هو جاب مين؟ هو جاب ده المقطع ده وعايز ده، عايز الفاعل والفعل القول مجهول. he is believed يا فندم. وده جزء خطير 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 في البث. باقي الحاجات بعد كده حاجات انت عارفها. كل الازمنه موجوده عندك. كل الازمنه يفرق معاها verb to be. لازم محور الباسف يكون بي وعنده تصريف تالت للفعل. فتلاقي مضارع بسيط فيرب تو بي اللي هو ام از ار تصريف تالت، ماضي بسيط واز اور تصريف تالت، مضارع مستمر ام از ار بينج تصريف تالت، ماضي مستمر واز او وير بينج تصريف تالت، مضارع تام هاف وهاز بين تصريف تالت، ماضي تام هات بين تصريف تالت. كل اللي انت عايز تقوله قول. تمام. انا شرحت لك الجزء الاخطر في المجهول. ده الجزء الاخطر. ايوه طبعا. طيب في طبعا حاجات كتير جدا في الباسف في كل الازمنه. انت تسردها كده وتجيبها تلاقي الدنيا ماشيه معاك ايه زي الفل وعشرة. حلوه قوي. تعالى بقى يا صديقي يونت 9 شارح فيها الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر، الافعال اللي بيجي وراها تو بلس الفيرب بلس اي ان جي، الافعال اللي بيجي وراها الاثنين ومفيش فرق، الاثنين والفرق بسيط. تمام. الاثنين والفرق كبير. تو المصدر بس، اي ان جي بس، مفيش فرق. مين هما يا مستر اللي مفيش فرق؟ start و begin و continue. start begin continue. طب الاثنين والفرق بسيط دي جت امتحان سابق. love و like، hate و dislike، hate و dislike و prefer. طب ايه الفرق البسيط؟ اي ان جي بشكل عام، تو المصدر في مواقف محددة. ازاي؟ ويجي واحد يقول لي يا مستر I like wearing suits، بحب البس بدل. ده بشكل عام. ده بشكل عام. طب انا عايز اقول I like جاب suits اثناء الاحتفالات during festivals. لا، هنا في مواقف محددة بقى. اثناء الاحتفالات بس. طب اثناء الاحتفالات بس يا مستر هنا يبقى عايزة مين؟
لا توير. توير ايوه. الفرق كبير بقى، دول مهمين جدا عشان بيجي منهم كتير. stop، remember، forget، regret، try go on. try go on بس في حته في الاسترشاد جايه في اون غريبة الشكل بس ما فيش غيرها. طيب طول مصدر لكي يفعل شيء. فاكرين ing عن عمل شيء. remember forget regret التلاتة واحد. طول مصدر والفرق بينها وبين ing عملها، طول مصدر ما عملهاش. I remembered him last year. تمام. اجي اقول لك ايه؟ جاب him last year. we enjoyed our time. استمتعنا بوقتنا مع بعض. enjoyed our time. طيب هنا الحدث تم ولا ما تمش؟ تمش لا تم. I remember seeing him. انا افتكرت ان انا شفته السنة اللي فاتت. احنا استمتعنا بالوقت يبقى حاصل. طب regret ما عملهاش، يندم على شيء ما عملوش، طول مصدر. ينسى شيء ما عملوش، طول مصدر. طب ينسى شيء عمله ing. طب يندم على شيء عمله ing. try طول مصدر تغير نبرة الصوت ing. هنا يبذل مجهود. هنا يجرب ليرى ماذا سوف يحدث. أنا جربت أخد الدواء. I tried taking medicine عشان أشوف هيعمل معاه إيه. I tried to حاولت study hard أذاكر بجد. but ولكن وأكمل الجملة. go on طول مصدر كلمتين عمل حاجتين. ينتقل من فعل شيء لفعل شيء آخر. من فعل شيء لفعل شيء آخر. طب ing يستمر في عمل نفس الشيء. يستمر في عمل نفس الشيء حاجة واحدة، عمل حاجة واحدة بس يبقى جو اون ing. عمل حاجتين يعني عمل حاجة وانتقل لعمل شيء تاني، طول مصدر. أظن الجزء ده جزء فني مفهوم جدا. بس أي حاجة بيجي بعدها طول مصدر الباسيف منها تبقى تصريف تالت. أي حاجة يجي بعدها الفيرب بلس ing الباسيف منها being تصريف تالت. مركز في الاسترشاد على حتة مهمة جدا 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 جدا. give me the reasons. تمام. ويجيب لي حرف جر وبعديها اسم. يعني لو جاب لي صفة زائد حرف جر وجاب لي اسم being تصريف تالت لو هي باسيف مطول وش. تمام. طب إذا جاب لي حاجة فيها مثلا أنا عندي تعبيرات بيجي بعدها ing على طول زي it's no use it's no good. تمام. حلو قوي ماشي كلام جميل. بص في تعبيرات عندي بيأتي بعدها الفيرب بلس ing على طول زي it's no use وزي it's no good. تمام. وزي كلمة worse زي كلمة difficulty زي كلمة feel like. دول بيجي وراهم ing صح؟ كل دول يتبعوا بالفيرب بلس ing. طب والباسيف بينج تصريف تالت. طب التعبيرات يا مستر اللي بيجي بعدها تو بلس الفيرب بلس ing زي take to فعل مهم جدا. لو جه وراها الing دي معناها يعتاد ان تساوي used to. طب والباسيف يا مستر تو بينج تصريف تالت. زي كلمتين اشهر من بعض بيجوا في الامتحان كتير جدا object يس oppose. ما دول بيجي بعديهم تو ing. طب والباسيف تو بينج تصريف تالت. تو بينج تصريف تالت طبعا تو بينج تصريف تالت طبعا. تو بينج تصريف تالت فيقول لك ايه؟ يقول لك شي. فيجي يقول لك شي objected هي رفضت as a
a as a manager for the new branch للفرع الجديد. ابص هنا هيقول لي to select، هيجي يقول لي being selected، ويجي يقول لي to being selected، to being selected yes، ويقول لي to be selected. ايه ده يا مستر ده؟ لازم تعرف ان object من الافعال اللي بيجي وراها to ing ده لو معلوم، to being تصريف تالت ده لو ايه؟ لو مجهول. حلو، انت مش معايا ولا انت to being selected. طبعا في حتة خطيرة تخلي بالك منها. would rather لو معاها فعل واحد بيجي بعدها مصدر. طيب حلو قوي. طب prefer، احنا قلنا prefer جار على طول المصدر او ing. طب لو would prefer بيجي بعديها طول مصدر لوجود كلمة would. طب لو معاها فعلين يا مستر، لو الجملة فيها فعلين وجاب لي would rather وجايب لي فعلين وجايب لي prefer، دي خطيرة دي، وفعلين، وجايب لي would prefer ومعاها فعلين، ايه الحل بقى؟ هنا اجيب مصدر واجيب كلمة زان وبعد زان اجيب مصدر. prefer هنا بجيب ing في كلام فيه مفيش، اروح اجيب to بلس ing. دي مهمة جدا وخطيرة، مهمة جدا وخطيرة، ممكن تلاقيها في امتحان 2026 ممكن. طبعا اقول لك ايه I prefer، انا بفضل studying ان انا اذاكر studying English. ويجي يخيرك هنا to playing the guitar، من ان انا اعزف to playing من ان انا اعزف على الجيتار طبعا. تمام. would prefer to المصدر rather than، يا لهوي بعد rather than مصدر بس rather than اللي بتاخد than would rather. تمام، ده شق مهم جدا فيها. عندي بعد كده شوية حاجات بقى مهمين، بصوا ركز في اللي هقوله ده. لو جاب لي suggest وجاب لي insist، راح جاب لي recommend، راح قال لي ask، راح قال لي advise، وراح قال لي كلمة propose بمعنى ايه؟ طبعا، وراح قال لي command وurge. الدولة مهمين جدا. ليه؟ لو جاب لي بعديهم ذات وفاعل، دول هيجوا في 2026 وهقول لك الجزء اللي هيجي فيها ايه. لو جاب لي ذات وفاعل بيجي مصدر او should والمصدر لو فاعل. طب يا مستر جاب لي مفعول في الباسيف، يعني بتصريف ثالث should بتصريف ثالث، بس الاكثر شيوعا هي بتصريف ثالث والمصدر. وده الباسيف. انا في الحصص عمال اقول لو جت هتيجي الباسيف دي عشان ما جاتش. كل اللي جا المصدر وشد المصدر، ما جاتش ابدا الباسيف. وفي الاسترشاد جاب لي اتنين، العاديه والباسيف. طب اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك I suggested، انا اقترحت، ذات the new school المدرسه الجديده، جاب واقول لك near the bank جنب البنك. هو شايف ان ده موقع استراتيجي ليها. مهمة جدا القاعدة دي، بيكررها بشكل غبي غبي غبي. هيقول لك ايه؟ هيقول لك built ويقول لك building ويقول لك be built ويقول لك should build. ابص على الجملة، انا بقترح ان المدرسة الجديدة تبني ولا تبنى، يبقى انا عايز باسف. built دي لوحدها غلط، building غلط. be built ولا should built؟ لا طبعا be built، لان هي دي تركيبة الباسف، طبعا. ان تبنى يس. شغل بقى الازمنة في الباسف انت تعرف كده تلم. انا شرحت لك الحاجات
المهمة جدا جدا اللي تلاقي منها فين في الامتحان بشكل قوي جدا. يونت 10 بقى الوحدة العشرة دي شرح موضوع قصة وفيلم عربي خاصة بالريلاتيف بروناونز. الريلاتيف بروناونز المهم جدا فيها which لما تحل محل جملة كاملة، which لتحل محل جملة كاملة مهمة موت. 2 استخدام whose مع الأسماء اللي تنفع تكون فعل واسم. عندي برضو استعمال امتى whom ينفع يجي بعدها فعل لو سبقت ب all of each of half of most of اي حاجة فيها of دول يبقى هنا هم يجي بعدها فعل. ينفع فعل بس دي مع العاقل، وينفع الكام ده يجي مع which لو غير عاقل. طب اديني مثل يا مستر. بص يا سيدي، اجي اقول لك I studied all the day انا ذاكرت طول اليوم. جاب I found tiring ما وجدته متعبا. ايه اللي وجده متعبا؟ المذاكرة طول اليوم. لا، جاءت which هنا تحل محل جملة كاملة وليس فعل او مفعول. تمام. I admired أنا أعجبت بذا tourists. يعني ذا tourists السياح. مالهم يا مستر؟ جاب stay in. تمام. today أعمل إيه هنا؟ هو جايب لي ده. طب ده اسم ولا فعل؟ اسم. ليه؟ عشان جايب بعد فعل يبقى whose stay اللي إقامته. whom. طب اديني مثال عن whom. بص أقول لك I invited أنا دعيت a lot of my cousins كتير من ولاد عمي to my party على الحفلة بتاعتي. ويجي يقول لك most of جاب attended حضر. most of whom حتى لو عندي ذم مش هختار. عندي بقى حتة كارثة في ضمير الوصل. اسم الفاعل موضوع اسم المفعول حتى ده مع ضمير الوصل طبعا. يعني يجي يقول لك ايه we saw واجي اقول لك the teacher gave his lessons well. هيقول لي ايه؟ هيقول لي which explain ويقول لي who explaining وهيقول لي explaining وهيقول لي explained. ركز كده معايا في الجملة دي. تعال ناخد الجملة دي. هعمل ايه انا بقى فيها هنا؟ هقول هنا انا شفت الاستاذ his lessons well. انا عايز اقول who explained اللي شرح دروسه بشكل كويس. لما يجي بعد ضمير الوصل معلوم اللي بيحصل يا مستر يحذف ضمير الوصل وننزل بالفيرب بلس ان جي. طب لو راح قال لي يا مستر انا شفت زسيف الحرامي who was arrested. لا سيب دي. last week الاسبوع اللي فات. وهيجي يقول لي which was arrested وهيجي يقول لي who arrested ولا يجي يقول لي arresting ولا يقول لي arrested. لا، هنا دي جملة مهمة جدا وخداعة. خداعة بما تحمل الكلمة من معاني. طيب هنا مستر سيف حرامي عاقل ما ينفعش which. هو arrested الذي قبض ويقبض على نفسه. أصل الجملة who was arrested. who was arrested أي. طب لو جه بعد ضمير الوصل مجهول يحذف ضمير الوصل verb to be ونكتفي بالتصريف الثالث فقط. موضوع الكوما موضوع مهم. الكوما تعني ان جملة الوصل جملة اعتراضية. اعتراضية يعني جملة مش بتضيف للمعنى يمكن حذفها. والكوما لا نستخدم معها ذات ابدا. لا نستخدم مع ذات ابدا. الكوما تكره ذات عمى لانها بتبقى جملة اعتراضية يعني لا تضيف للمعنى يمكن حذفها
ويمكن الاستغناء عنها كلية. طيب عندي ايه تاني يا مستر؟ اختيار حروف الجر مع ضمائر الوصل. ايوه، لو فعل apologize هياخد يا تو يا فور. meet at فيها اجزاء مهمة تاني. اجي اقول لك I saw the man، واقول لك black suit. لما اقول لك I saw the man انا شفت الرجل، واجي اقول لك كده long hair. لما يجيب لي اجزاء من اجزاء الجسم ويبقى عايز هو have، واصل الجمله verb to have، الادق هنا with. طب I saw the man in black suit، يس المرتدي. ودي برضو حتت مهمه جدا في ضمائر الايه، ضمائر الوصل. ده اهم الاجزاء اللي عندي فيها. طيب عندي ايه تاني بقى؟ عندي الوحده ال11 يونت 11. يونت 11 شرح الادجكتيفز. يعني انا مستر الادجكتيفز اللي هي الصفات. تصنيف الصفات مهم. عندي صفة عادية، صفة قوية، صفة مطلقة. العادية معروفة زي cold، زي angry. القوية زي freezing، متجمدة. furious، شايط. المطلقة دي بقى زي dead. زي dead زي mean، زي complete and so on. العادية تأتي مقارنة وتفضيل وتشابه. القوية لا تأتي، المطلقة لا تأتي، لا مقارنة ولا تفضيل ولا تشابه. أكثر ميتة من، لا طبعا. احنا خدنا كتير طبعا في صفات المقارنة، ممكن تسبق بالآتي. صفات المقارنة اللي هي صفة قصيرة مور وليس، وصفة طويلة. عشان دول في ناس كتير جدا بتغلط فيهم. يسبقوا بإيه يا مستر دول؟ يقول لك يسبقوا بكلمة for، much، a lot، even، ده لو الفرق كبير. أو a bit، أو a little، أو slightly، أو quite، أو very. دي تصف الصفات إيه؟ دي كل ده بيصف صفات المقارنة. very، a bit، a little، slightly، quite، far، much، a lot، even. درس الصفات درس قوي جدا ودرس مهم جدا. وعندي حاجة اسمها ترتيب الصفات، أساسكم يو. أساسكم يو يعني لما يجيب لي كذا صفة مع بعض. الأول الأوبينيون، صفات الرأي. سايز، الحجم. ايج، العمر. الاس، شيب، الشكل بتاعه ايه. الاو، الاوريجن يعني الأصل أو الملجأ أو المنشأ. الام بالترتيب ماتيريال، المادة المصنوع منها. المادة المصنوع منها الشيء. يوز يعني يوزد فور، بيستخدم من أجل إيه. وتاخدهم بالترتيب. ده لو قال لي ترتيب الصفات. طب ادينا مستر مثال. أجي أقول لك أي بوت، أنا اشتريت. وأجي أقول لك فانتاستيك، أدي الرأي، رأيي فيه. سمول، مودرن، مش عايز أنشيه بالشكل. إيطاليان تي شيرت، إيطاليان تي شيرت. أي بص كده أهو. أنا اشتريت فانتاستيك، ده الأوبينيون. السايز سمول، الإيج مودرن ولا أولد فاشون، الشيب أنا مرضتش. بس طب هو ما جابليش السايز، يبقى الأوبينيون أنزل للإيج. طب ما جابليش الشيب، أنزل للأوريجن اللي هو المنشأ أو الأصل، جنسية الحاجة إيه. تمام. طيب تعالى بقى ناخد حتة كده إيه
إضافية. لما يجي يقول لي find ويقول لي the correct structure، أوجد التركيب الصحيح، ويجي يقول لي إيه؟ يقول لي he was a serious illness، ويقول لي he had seriously illness، ولا إيه؟ ويقول لي he was seriously ill، ويقول لي he had serious illness. ايه ده بقى؟ كيف ده؟ بص انا عندي معادلة لازم تعرفها ما بين الفاعل وما بين الصفة، بيقعد فيرب تو بي. طب مين اللي بيوصف الصفة؟ الحال. وما بين الفاعل وما بين الاسم بيقعد فيرب تو هاف. طب مين اللي بيوصف الاسم؟ الصفة. معادلة كيميائية. بلاش يا مستر كيميائية، معادلة وخلاص. ما تفكرناش يا راجل، معلاش أنا آسف. هيجي يقول لي إيه بقى؟ بص كده هنا إيه؟ was. يبقى أنا عايز إيه؟ صفة، ده اسم. أنا هنا عندي إيه؟ had. يبقى أنا عايز noun، دي صفة. أنا عندي was، يبقى أنا عايز صفة موجودة. الصفة يا صفة الحال. استنى بقى، عندي have وده اسم، والاسم يسبقه صفة، بس الغلطة هنا مفيش he had a serious illness. يا ابوي يبقى الإجابة he was seriously ill. بص كلام بسيط ما بين الصفة والحالة. عندي حتة تانية مهمة جابها امتحان سابق. ايه هي؟ الفرق بين هاو وات. ركز عشان مهمة أوي دي. هاو بيجي بعدها يا صفة يا حال، وبعد كده فاعل وفعل. وات لازم يجيب لي صفة زائد اسم. صفة زائد اسم ازاي؟ اجي اقول لك how good are you، كم انت جيد. how well you behaved، كم سلكت بشكل جيد. طب what a beautiful cat، يا لها من قطة جميلة. what a beautiful cat. تمام؟ او ممكن يجي بعدها نون بس، لو انا بقول what price. طبعا. طيب عندي ايه تاني يا مستر؟ عندي بقى السؤال المزيل، وده اخر واحد الكويشن تاج. السؤال المزيل. السؤال المزيل اهم حته فيه have وهاز وهاد لو فعل اساسي، يعني وراهم صفه او اسم او مكمله جمله، بس هم غالبا مش بيجي بعدهم اسم. هتلاقي ايه؟ مش بيجي صفات اسم او مكمله جمله. هنا هو اساسي بروح اجيب يا دو يا داز يا ديد. انما لو هاف وهاز وهاد وراهم تصريف ثالث، اذا دي افعال مساعده بينزلوا في المزال زي ما هم، ينزلوا هاف وينزلوا هاز وينزلوا هاد. تمام. طيب عند الابوستروف اس دي خطيره. ابوستروف اس دي خطيره. ايوه، ممكن تكون از، ممكن تكون هاز، زي الفرق بين هوز وهوز. لو جت صفه، لو جاء اي ان جي، لو جه تاني تصريف تالت.
بس لو جه اس تصريف تات يبقى مضارع بسيط منفي، مضارع بسيط باسف آسف مجهول. معلش أنا أصور هذه المحاضرة في تمام الساعة الكام؟ 6:00 طبعا 6:00 يس 5:30. تمام. فبلاقي ايه بقى؟ ابص عندي امتى بقى بتيجي هاز تصريف ثالث، بس هنا هتبقى مضارع تام معلوم، ممكن يجي وراها طول مصدر او اسم، بس في الحالة دي بتبقى فعل اساسي. نفس الفكرة اختصار وود، الابوستروف دي يا وود يا هاد، هاد وراها تصريف تالت بس هنا هي مساعد. طب جه وراها طول مصدر اساسي، اساسي يعني اجيب لها ديد، لو جاء اسم اساسي يعني اجيب لها ديد، انما هنا لو جه بعدها فعل في المصدر. عندي بقى would rather وبتنزل في المزال would زي ما هي، وهاد better apostrophe دي better دي اختصار هاد، وهاد هنا بتنزل في المزايل زي ما هي، مش بنحط لها ديد، لا تنزل زي ما هي hadn't. عندي بقى الحالات الشواذ، يعني تخيل لما يقول لك كده، يقول لك watch a film on TV، يروح يقول لك ايه؟ يقول لك shall we، هنا هيلعبك بقى على الشناكل، هيقول لك let us، يقول لك let us، يجي يقول لك don't، ويجي يقول لك what about. what about غلط، لأن what about بيجي وراها الفيرب بلس ان جي. don't ما تنفعش انها تكون جملة أمرية، الأمرية will you أو can you أو would you أو could you. طب let us باليو ولا let us بالأبوستروفي؟ لا بالأبوستروفي، لأن let us باليو المزيل منها will you أو want you. will you يا مستر أو want you؟ أيوه ده let us باليو، let us باليو أيوه. عندنا إيه تاني حاجات مهمة في المزيل؟ I am، aren't I. طيب I am not، am I. الفعل دير not needing طول ما فيهم not أفعال مساعدة تنزل في المزيل زي ما هي دير أو need. الضمائر المبهمة اللي هي someone everyone somebody everybody and so on وهكذا. مالهم دول يا مستر؟ دول يحل محلهم الضمير زي في المزيل، يحل محلهم زي في المزيل يس. طيب أبص بقى مستر ألاقي فيه حاجات تانية في المزيل. عندي ذير لا تتحول، ذير يا مستر لا تتحول تنزل زي ما هي ذير. اللي بيتحولوا عندي this و that، إما تتحول إلى هي أو شي أو إت على حسب ما تشير إليه. عندي these وذوس تتحول الاثنين إلى they، تتحول الاثنين إلى they يس. عندي بقى حاجة اسمها الضمائر المنعكسة reflexive pronouns، دي بتيجي يا باشا في الامتحان. الضمائر المنعكسة من I myself، من he himself بنفسه، من she herself بنفسها، من you yourself بنفسك، أو yourselves لو جمع بتيجي كتير دي. من it يا باشا itself بنفسها، حمارة أو كلب أيا كانت. من they themselves، من we ourselves، من one oneself. أوه لا لا. ومعنى الضمير المنعكس without any help، without any help، without any help yes.
دون مساعدة بتساوي اون صفة ملكية اون. اون صفة ملكية اون معناها بنفسي. ايوه يا باشا. طب اديني كده، اجي اقول لك make yourself، اعمل لنفسك a cup of tea، كوباية شاي. يا باشا اعمل لنفسك. اجي اقول لك all of you، كلكم should depend on تعتمد على yourselves أنفسكم. أو أجي أقول لك she herself، أو ممكن ضمير عكس يجي بعد الفعل على طول. هي بنفسها cooked all food، طبخت كل الأكل. يعني without any help، يعني معناها I tidied، أنا رتبت my room، أوضتي on my own يعني بنفسي. طب جبت منين ماي دي؟ صفة الملكية من بس خلي بالك بقى، هناك أفعال، لا تأخذ ضمير منعكس. يا رب تيجي دي 2026، يا رب تيجي يا رب، يا رب تيجي يا رب. أجي أقول لك my father، وأجي أقول لك جاب، ولا ينفع غير أقول شيف دي يعني حلق. الحلاقة دي لوحدها، شاور ياخد شاور لوحدها، باس يستحمى لوحده، تاخدش. مفيش حاجة اسمها شيفد باي هيم سيلف أبدا. لا، ليه بقى؟ زي شيف وزي وير وزي بيس يستحمى، وزي ايه تاني، وزي شاور. ليه؟ بطبيعتها الأفعال دي بطبيعتها تحدث دون تدخل من أحد. دون تدخل من أحد. أي my father shaved، أحط ضمير منعكس؟ no، لا يجوز. عندي قاعدة مهمة جدا، would rather، وعندي had better، would rather ومين؟ wish و it's time. مالهم دول يا مستر؟ مهمين جدا بيجوا. عندي ليهم 3 حالات. 3 حالات جه بعدهم فاعل. لو عندي ما يدل على المستقبل، غير لو عندي ما يدل على المضارع، غير لو عندي ما يدل على الماضي. لو مستقبل بجيب كود او وود والمصدر. طب ايه الفرق بينهم؟ يقول لي كود مع اي وي، وود مع باقي الضمائر. باقي الضمائر طب لو في ما يدل على المضارع بجيب بعدها ماضي بسيط. اجيب بعدها يا مستر ماضي بسيط، اللي هو الايه؟ فعل في دي او دي او الشاذ. طب لو معاها ماضي بجيب معاها ماضي تام. يس. اديني مثل. اجي اقول لك كده I wish، انا اتمنى ان my friend، صاحبي علي would pass the test tomorrow، يعدي التست بكره. tomorrow يبقى انا عايز would والمصدر او كود المصدر، كود مع اي وي. هنا علي طبعا فجبت would. اجي اقول لك it's time، انه الوقت. it's time my cousin، ابن عمي. تمام. will yesterday، ايه ده؟ جايب لي yesterday يبقى انا عايز ماضي تام. هات ترند will، ان اتدرب كويس. طب لو قال لي بدل yesterday now، يبقى اقول my cousin has trained. has trained مين؟ هتبقى trained بس. trained ماضي بسيط. ايوه، فيما يدل على المضارع ماضي بسيط، يدل على الماضي ماضي تام، مستقبل would او could والفعل في الايه؟ في المصدر. عندي ايه تاني بقى مستر؟ من الحاجات الهامة، بل الهامة جدا، عندي حالات حذف اف. حالات حذف اف الاولى. حالات حذف اف الاولى، حالات حذف اف. تمام. وعندي اف الثانيه، وعندي اف الثالثه. اف الاولى ابدا بشوط فاعل مصدر، واجيب جواب شرط الاولى فاعل كان او will او may والفعل في المصدر.
اخرها فول ستوب مش علامة استفهام. اف التانية برضو ابداها بشود. طب في فرق؟ لا. فاعل مصدر ابداها بوير فاعل طول مصدر ابداها بوير فاعل مكملة جملة. طب ممكن ابدا بهات فعل برضو مكملة جملة. طب ايه الفرق؟ كان ودي كان عنده، وهنا يبقى انا عايز جواب شرط اف الكام؟ عايز جواب شرط اف التانية اللي هي فاعل would او could او might والمصدر. would او could او might والفعل في المصدر. تعالوا كده. هيجي يقول لك جاب visit the zoo he would be delighted، كان هيبقى مبسوط. هيقول لك ايه بقى؟ if he، ويقول لك ايه تاني؟ ويقول لك where he، ويجي يقول لك should he have، ما ينفعش. طب هنا مستر عايز ايه؟ هيقول لك where he to، صح. where تبدأ بوير والفعل وطول الفعل في المصدر. اف التالتة هي حالة حذف وحيدة. ابدأ بهات فاعل بس لازم اجيب بعد الفعل تصريف تالت. مع اف التانية في الحذف مش بلاقي تصريف تالت، الاقي مكملة جملة والاقي جواب شرط التالتة فاعل would او could او might have تصريف تالت، لان دي حالة تالتة مش تانية. ده الفرق بين الحالة التالتة والتانية في حالات الحذف. عندي تعبيرات مهمة جدا. عندي تعبير اسمه if it isn't. if it isn't، أيوه if it isn't for، وعندي if it weren't for. نكمل بقى اللفظة الأخيرة if it hadn't been. أصل الدنيا دي دوارة، مكسب على خسارة. بعدها فور، بعدها ايه؟ فور. انتوا معايا؟ انتوا معايا مش معايا؟ انا اما اصور الساعة 7 وانا اما اصور من 7 ل7 12 ساعة. 12 ساعة انا واقف على السبورة، فانا شبه مش شايفكم اصلا، بس ما علينا. مالهم دول؟ يقول لك دول بيساوي في البدائل without و but for. ليه يا مستر؟ عشان النفي اللي فيهم. حاضر. ودول بيجي بعدهم اسم او اي ان جي، وبرضه دول بيجي بعدهم اسم. سبحان الله. طب لما يقول لي isn't يبقى في الاولى لازم الاقي subject والاقي will او الاقي can او may والمصدر. طب weren't الحالة الثانية فاعل would او could والفعل في المصدر. طب hadn't been الاقي فاعل والاقي could او الاقي would او might have تصريف تالت. ودول مهمين جدا، جابهم في الاسترشادي بتاع 25. استرشادي ايه؟ 25. ازاي يا نونو؟ انا ايوه هي دي. ازاي يا نونو؟ راح قال لهم كده، وراح عمل ايه؟ راح قال لهم for your courage. your courage. you، وراح قال لهم كده you wouldn't، تمام، you wouldn't face this problem. فراح قال لهم ايه؟ in case و in case of، in case of yes. وراح قال لهم if it weren't. وراح قال لهم if it hadn't been. يا لهوي. طبعا. طب يا مستر اسالك سؤال، المعنى يقبل in case in case of؟ لا. عايز يقول له بدون شجاعتك ما كنتش هتقدر تواجه المشكله، بس انا عندي would والمصدر.
والايه والمصدر يبقى اف الثانيه. اف الثانيه يبقى ورنت ولا هادنت بين؟ لا ورنت. انت مركز معايا؟ ورنت. حلو قوي. دي حالات حذف اف. ايه اللي كان فاضل لي تاني بعد حالات حذف اف؟ تمام. ايه تاني يا مستر بعد حالات حذف اف ممكن في الامتحان يقدر يلعب بيه ويجيبهولي؟ ايه تاني؟ ايه تاني عندي انا ما قلتوش؟ لو انت فاكر لما انا كنت بفر السبورة. طيب هل هناك شيء اخر؟ كفى اليوم شر وكفى المراجعة. واحب اقول لكم كلمة I love all of you. احبكم كلكم. هتوحشوني لان انتوا دفعة ليكم مكان في قلب كبير بامانه. فيكم ناس معلمه في ذهني كتير جدا، مش عايز اقول اسماء عشان مش عايز انسى حد، ولكن see you.